واش بصح السعوديه غيولي عندها السلاح النووي بعد ما سينا اتفاقيه مع امريكان؟ وشحال خسرات ديال الفلوس باش يخليو الامريكيين يقبلوا بالاتفاق؟ نهار 22 يوليو سينات امريكان والسعوديه اتفاقيه ديال 30 عام في الطاقه النوويه المدنيه. هذا الشيء جا حيت السعوديه بغات تنوع المصادر ديال الطاقه ديالها باش تخلي البترول غير البيع على برا وتدخل منه الفلوس، خصوصا انه في 2023 بوحدها 99% ديال الضوء اللي كيتستهلك في السعوديه جاي من الغاز ومن البترول، ولكن بالنووي غتقدر تولد الضوء وتحلل الماء ديال البحر بلا ما تضيع الثروه كامله. غير نهار مورا التوقيع ترامب حط واحد البوست قال فيه بلي هذا الاتفاق ما غاديش يدوز الا السعوديه ما طبعاش مع الاحتلال ودخلات في اتفاقيه ابراهام. هادشي دار واحد الروينه في اداره امريكان حيت هذا الشرط ما كانش كاع مكتوب في الاتفاق الرسمي، والناطقه بالسميه ديال البيت الابيض اضطرات انها تخرج وتاكد بلي التطبيع شرط ضروري باش تكمل الصفقه. السبب اللي خلى ترامب يدير هذا البلان هو الضغط الكبير اللي طاح عليه من الاعلام المحافظ بحال فوكس نيوز واللوبي اللي كيدعم اخراطيل. مسؤولين كبار في الكيان ونواب امريكانيين انتقدوا الاتفاق حيت كيشكل خطر على الاحتلال وما فيهش اصلا التطبيع. هادشي خلى ترامب يزرب يفرض هذا الشرط باش يبان انه حاكم السوق ديالو وباش ما يخسرش الناس اللي كيدعموه. ولكن التقوليب اللي كنتقولب هو انه وزير الطاقه كان سباق وعلن على الاتفاق، وكاين تقارير قالت باللي راه تسينا واللي كان كاف. فين الا قارنا هذا الشيء مع الاتفاق النووي ديال الامارات في 2009 غنلقاو واحد الفرق كبير. الامارات نزلت ديك الساعه على حقها في انها تخصب اليورانيوم وقبلت باش انه الوكاله الدوليه القديمه كتراقبها، ولكن السعوديه رفضت هاد الشروط واتفقت غير على دراسه ديال عامين باش تشوف هي واش مسلكه تخصب اليورانيوم لراسها ولا ما مسلكهاش. الاتفاق في حد ذاته هو اتفاق مدني مخصص لانتاج الطاقه، يعني ما كيعطيش للسعوديه قنبله نوويه بشكل مباشر، ولكن الخبراء كيعتبروا بلي هذا الاتفاق يقدر يعطيها البنيه التحتيه والقدره باش انها تبني سلاح نووي في المستقبل الا بغات. السبب في هادشي كيرجع جوج حوايج اساسيين. الاول هو ان الاتفاقيه كتسمح للسعوديه باش تدرس الامكانيه ديال تخصب اليورانيوم في الاراضي ديالها، وطبعا نفس الالات اللي كتخصب اليورانيوم بنسبه 5% باش تصايب الضوء هي النيت اللي تقدر تستعمل باش تطلع نسبه التخصيب اكثر من 90% اللي كتحتاجها القنبله النوويه. ايوا يا سيدنا، النقطه الثانيه هو ان السعوديه رفضت تسيني على بروتوكول اللي كيفرض التفتيش من وكاله الطاقه الدوليه، وهادشي كيقلل من المراقبه وكيقدر يعطيها مساحه باش تحرك وتصايب برنامج نووي سري بحال اللي كانوا داروا الاخراطيين. زياده على هادشي ولي العهد السعودي سبق ليه وقال باللي لا ايران قدرت تصنع سلاح نووي راه حتى السعوديه غدير نفس الحاجه في اقرب وقت. يعني هذا الاتفاق كيخلي السعوديه واجده وعندها السوارس ديال التكنولوجيا وغيبقى ناقصها غير الضوء الخضر ديال الامريكان. وهنا انت كمشاهد غتسول مع راسك علاش امريكا غتخون ثقه الاحتلال وغتقبل بالشروط السعوديين. كاينين ثلاثه ديال الاسباب. اولهم ان السعوديه عندها قوه ماليه واقتصاديه عملاقه، لانه الاقتصاد السعودي كيفوت تريليون و280 مليار دولار، وهو اقوى اقتصاد في الخارج وفي الدول العربيه وحتى افريقيا واخا هما ماشي من الافارقه، ورقم 18 عالميا بين اقوى اقتصادات العالم. وما ننساوش بلي السعوديه عندها استثمارات وصل من امريكان نيت كتوصل ل 490 مليار دولار، وبين 600 مليار وتريليون دولار هو الرقم اللي تعهدات باش انها تصرفه في الاعوام الجايه في السوق الامريكي. وهذا الشيء هو السلاح اللي كيخلي امريكان ما تقدرش تضغط عليها اكثر من القياس، لانه بكل بساطه عندها الفلوس باش تمشي عند دول ثانيه اللي مستعدين يبنيو ليها مفاعلات نوويه بلا شروط سياسيه معقده. وهنا كندويو على السبب الثاني اللي مخلي امريكان حانيه راسها، وهي انه خايفه لا الصين ولا روسيا تخطف لي هذا المشروع من بين يديها. والسبب الثالث ان امريكان براسها طامعه في الاستثمارات السعوديه، حيت هذا الاتفاق فيه صفقات ديال عشرات المليارات الدولارات اللي غتعتق الشركات الامريكانيه اللي خدامه في هذا المجال من الازمه، خصوصا وانه حتى دابا امريكا ما بقاتش كتبغي تدعم الدول في هذه القضيه باش ما يدخلوش في تخصيب اليورانيوم. وكاين مسؤولين امريكانيين كبار بحال وزير الخارجيه ماركو روبيو اللي دافعوا على هذا الاتفاق وقالوا باللي من الاحسن امريكان هي اللي تبني هذه المفاعلات وتستعمل التكنولوجيا ديالها، حيت هذا الشيء غيخليها حاضيه ومراقبه شنو كيطرى لداخل، وتقدر انها توقف ضد السعوديين في حاله بغاو يوصلوا القنابل النوويه. عكس الى السعوديه مشات مثلا للصين فغيبقى عندهم الشك انها ممكن تعاونها تصايب برنامج نووي اللي بيه تقدر تهدد الاحتلال في حال وقعت شي حرب مباشره بيناتهم. دابا الاتفاق كاين في الكونغرس اللي خاصو يقرر فيه في 90 يوم، والمسار ديالو باقي مجهول بسبب شرط ترامب، ولكن على حسب بعض التقارير اللي ماشي رسميه واللي كتقول بلي راه صافي الاتفاق تسينا وباللي ما فيهش اصلا الشرط ديال التطبيع. ولكن عموما السعوديه ما مبرزطاش راسها بزاف بهذا الشيء، حيت في 2025 سينا اتفاقيه الدفاع مشترك مع باكستان اللي كتعطيها حمايه من دوله نوويه وامكانيه انها تجيب 80,000 عسكري لعندها، وفي نفس الوقت السعوديه ممكن تستافد من الخبره ديال باكستان في التصنيع ديال الاسلحه النوويه. هذا الشيء كيعني الشرفه بلي السعوديه رجعت قوه اللي كتفرض الشروط ديالها وغير في السكات كتحاول انها دير بلاصتها بين الكبار. دوزو بخير.